السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ فيديو النهاردة عبارة عن حاجة سهلة كده وطعمها جميل ولذيذ. وميزته ان مكونات الحاجة دي متوفرة في البيت. بجد والله مش يعني مش اي كلام. لان في فيديوهات كتير نقول ان الحاجة دي بتبقى متوفرة ونلاقيها مش متوفرة في البيت، ولكن فعلا الحاجة دي الحلوة اللي انتوا شايفينها دي مكوناتها فعلا في البيت. حلوى الحليب، انا شفت فيديو على احد القنوات، كان محقق 5 مليون مشاهدة، فدخلت شفته وعجبني قوي وعجبني الطريقة وانها مكوناتها سهلة جدا. وكانت حاجة حلوة ولذيذة لاني لما جربتها لقيتها فعلا لذيذة. مكوناتها متوفرة في البيت زي ما متعودين في فيديوهاتنا. لازم بحاول على قد ما بقدر اجيب وصفات تكون سهلة وبسيطة، ونحاول نخلي مقاديرها سهلة وعلى قد ايدينا في البيت. وعشان كده قررت اعمل حلوى الحليب معاكم. عملت الفيديو دوت. يا رب يعجبكم. يلا نشوف عملنا حلوى الحليب ازاي. هي كانت طعمها رائع جدا وجميلة. وفي تريكات هقول لكم عليهم واحنا بنعملها عشان ناخد بالنا واحنا بنعملها. تمام. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم، ونسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. حلوى الحليب بطريقة سهلة ولذيذة جدا. طريقة سهلة ومقادير بسيطة جدا متوفرة عندنا، والله العظيم عندنا في البيت. دي المقادير بتاعتنا. عندنا كوباية دقيق، نص كوباية سكر، نص كيلو حليب، معلقتين سمنة او زيت او زبدة على حسب ما احنا عايزين. يعني انا حطيت معلقتين سمنة وكملت بشوية زيت صغننين عشان ما يبقاش سمن كتير. تمام. في الطاسة هنا نزلت بكوباية الدقيق، وهنديلها تحميرة مع السمن كده كويسة. نقلبها كويس جدا في السمنة كده حوالي 3 دقايق كده على النار، على نار هادية جدا، ونفضل نقلب فيها كده اهوت. تمام. على المهم تكون على نار هادية، ونفضل نقلب فيهم لمدة 3 دقايق. تمام. وبعد كده بدأنا هنا بقى بعد 3 دقايق نزلنا باللبن او بالحليب. مش بننزل بيه كل مرة واحدة، بننزل شوية بشوية ونقلبهم. تمام. ونقلب فيه عشان ما تكلكعش معانا. تمام. بنفضل نقلب واحدة واحدة بيشربوا، بننزل بباقي الحليب كله. وبعد كده هنفضل نقلب. هتحتاج معانا تاني، عايزين نكمل بقى بحليب تاني اوكي، عايزين نكمل بشوية مية او بنص كوباية مية، مفيش مشكلة. تمام. هو المهم ان احنا حطينا نص حوالي نص كيلو الحليب. نفضل بقى نقلب بالراحه كده لحد ما تدوب كلها في الحليب كده. دي يدوب في الحليب، يبقى حاجه واحده كده شيء زي ما انتم شايفينها كده. كل ده وهي على نار هاديه برضو مستمرين في التقليب على النار كده. هنا بقى على حسب ما بنحس بسمكها كده اهوت بنضيف، ممكن نزود ميه او لبن. وهنا بقى حطينا نص كوبايه السكر وبنقلبها برضو كويس في المكونات اللي هي الدقيق والحليب. وحطينا الفانيليا بتاعتنا، لو عندنا فانيليا سائله يبقى احسن. فانيليا باودر زي ما انتم شايفين كده بنحطها برضو، اي نوع ايا كان نوع الفانيليا. كل حاجه الحاجه اللي متوفره عندنا في البيت بنحطها. بعد 4 أو 5 دقايق بقى بنجيبها بننزل بيها كده في قارب. هنا نزلت بيها في قارب ازاز، او ممكن نفضيها في سلاطين صغيرة كده بتوع جيلي. اوكي، بيبقوا يعني بتبقى افضل برضو، بتبقى حلوة. تمام. انا هنا فضيتها في قارب ازاز كده، وهزتها هزتين كده عشان تتساوى.
هي بتمسك يعني على طول، يعني حتى من غير ما ادخلها في التلاجة هي بتكون مسكت، بس بنسيبها تهدى قبل ما بحضر الكراميل. بتكون هدت خالص. تمام، بنسيبها بقى ركنها خالص كده ونروح نعمل الكراميل. هنا بقى جبنا في طاسة فاضية على النار هادية، نزلنا بحوالي كوباية سكر، ونديلها تقليبة كده في الطاسة. ومهم ناخد بالنا من السكر هنا عشان ما يتلسعش او يغمق مننا. تمام. فالافضل لما نيجي نعمل الكراميل فتكون في حاجه ستانلس عشان ناخد بالنا من لون الكراميل. تمام. هنا واثناء ما سبت السكر في الطاسه على النار، كنت بحضر هنا حوالي كوبايتين ميه، وحطيت عليهم معلقتين نشا وقلبتهم كويس جدا كده. تمام. وناخدهم معانا ونروح نشوف السكر اللي على النار. تمام كده اهو السكر ساح، بدأ يسيح اهو. بنفضل نقلبه كويس كده بالمعلقة علشان يسيح كله. وناخد بالنا هنا، انا يعني هنا حاولت اخد بالي عشان هنا الطاسة سودا، مش باين قوي ان لون الكراميل. فلو في حاجة استانلس او في حاجة ألمونيوم يعني هتاخدوا بالكم من لون الكراميل اللي انتوا بتعملوه. هنا بقى نزلت عليهم بالنشا اللي انا عملته في المية، اللي انا دوبته في المية، نزلت بيهم عليهم وفضلت اقلب كتير. هنا ما تقلقوش ان السكر في الاول هيبقى ناشف معانا، فمع التقليب هيرجع يسيح تاني مع المية والنشا اللي احنا حطيناهم. بصوا بقى هيبقى عامل زي الجيلي. تمام. هنقلبهم، ما نستعجلش. انا على فكرة الترينكايه اللي انا وقعت فيها ان انا استعجلت عليه. المفروض بنسيبه شوية كمان، يعني بيمسك اكتر. وكمان يعني نسيبه يهدى 5 كده، سيكة كده يهدى، ما ينزلش على الصينية وهو سخن مولع، لان لما نزلت عليه فعمل المناطق الغامقة اللي في القارب اللي من فوق كده، شايفينها؟ فتحت اللبن تقريبا من جوه، بس يعني ما حصلش حاجة، مش مهم. هي كانت كويسة وما بانتش يعني. تمام. هنا بقى دخلتها التلاجة لمدة 2 ساعتين ونطلعها. تمام. انا رشيت عليها جوز الهند من فوق كده، بتديلها مذاق برضو، بتعزز المذاق. تمام. الطعم كان رائع جدا، وسهلة جدا. مكوناتها بسيطة، ما فيش مكونات اصلا غريبة او جديدة. هم 4 مكونات سهلين جدا، تعملوها في اي وقت. فممكن بقى تعملوها في سلاطين، حاجة حلوة او كده. تمام. وتتاكل كده بالمعلقة، بتبقى حلوة، وكمان بتكون مغذية جدا للأولاد. مكوناتها في حليب، لو أطفال ما بيحبوش يشربوا لبن أو ممنوع عنهم، فدي حاجة من الحاجات اللي هي فيها لبن كتير، فهتكون مغذية جدا للأطفال قبل الكبار طبعا. ولذيذة، هتعجب أي حد، وسريعة، ممكن تحضريها في أي وقت بسرعة. وأحسن حاجة بقى إنها مكوناتها سهلة ومقاديرها سهلة. وبكون سعيدة جدا لما بجرب حاجة معاكم وتطلع حلوة قوي. وتجربوها انتوا بجد، جربوها، اللي هتعجبكم بجد يعني. دي اول مرة كنت اجربها وعجبتني وعجبت الاولاد، وكانت لذيذة جدا. كل اللي اكل منها بجد يعني عجبته. شايفين الجمال وشكل الصينية؟ كانت حاجة تحفة. هي بتتاكل كده باردة، هي حاجة باردة كده وحلوة. حبايبي، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش في لايك وكومنت وتقولوا لي رأيكم. واللي لسه ما اشتركش واول مرة يشوفني، ريت يعمل اشتراك عشان يوصلوا كل جديد. دي قناتي إشراقة سعيدة، هابي سانشاين. والى اللقاء في فيديو جديد، وصفة جديدة.
مع الف سلامة.